سنتر أن نستمع من الأخوان بالنادي العربي. معنا حامد العلي نائب رئيس لجنة العلاقات العامة في النادي العربي. حياك الله يا كابتن حامد. حياك الله ابوي، الله يحفظك ان شاء الله. اول شيء تقبل طاعتكم من نومك حياك الله الحضور الكريم. يا حياك. انا بتكلم في ثلاث محاور اخوي، فضل. بس ان شاء الله حتى تتضح للمستمع الكريم والمشاهد ما حصل بالضبط. فضل. طبعا احنا نربى بدملي وبنادي كاظمه اللي يسمحوا اساسا للاعب دملي انه يصرح مثل هالتصريحات اللي يتكلم فيها عن العنصريه والنفس العنصري الموجود في في الدوري الكويتي. الامر الثاني، انا كنت متواجد على ارضيه الملعب. نعم. اولا التساؤل الاول لازم يطرح، شنو سوى ديمبلي في حق جماهير النادي العربي منذ الشوط الاول؟ هذا رقم واحد، اللي اشر بحذائه على الجمهور وسوى حركه الصمت للجمهور، هذا في الشوط الاول بالنسبه لجمهور الهلالي. الامر الثاني، خروج اللاعب ديمبلي من بعد انتهاء المباراه، متى كان ووين كان؟ تاخر في خروجه من الملعب. اول ما طلع من جهه مدرج الجماهير الخاص بالنادي العربي اللي هو الجهه اليسرى من المقصوره، وبدا يطالع الجماهير، يخزهم بنظره يعني مثل يعني محدق بانظار جماهير النادي العربي. وانا قاعد استحبه، قاعد اقول له ديمبلي they like you they respect you. فهو طالعني نظر لي، كان شو يقول لي؟ كان يقول لي no they said، وقال الكلمه اللي انا حتى يعني اترفع عن اللي اذكرها. برافو عليك. ديمبلي لاعب جدلي، لا ممارسات من نادي الكويت. لاعب جدلي. اي نعم، احنا نمتلك تغريدات كتبها ديمبلي في حق جماهير النادي العربي. عندنا منشن كاتب فيه اللاعب ديمبلي بعد انتهاء مباراه العربي وكاظمه اللي انتهت 2-0 قبل البلاي اوف اللي هم الفرق السته الاوائل اللي قول فيها شبيب قول منافسه الدوري. نعم. كاتب فيها 2-0 وحاط فيس اللي هو على مبتسم يعني كنوع من الدعابه. بس هذه الدعابه انت تدري تستفز 40,000 متابع لحساب النادي العربي. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه اللي حاب اذكرها، وين الدليل يا ديمبلي على ان الناس استفزتك بذكر عبارات عنصريه؟ احنا اذا بنطرح هالموضوع باسم النادي العربي، وانا اربى بالبرنامج طبعا بالسنتر انه يعني يكون محتوى هذا اللقاء فقط عن النادي العربي. العبارات العنصريه عندنا عليها مرصوده بفيديوهات. شنو اثباته؟ بكلامه قال ان الحكم المساعد سمع التصيحات. ليش ما يكتب هذا في تقرير المباراه؟ اي هذا سؤال محل لمراقب المباراه ويضع في التقرير ان نعم انا سمعت، يشهد على ذلك. هذا ما فيها شيء خلى اذا هو يمتلك الشجاعه بانه يشهد على كلام ديمبلي في هالواقعه، فليتفضل في تقرير المباراه. هل تم التعدي عليه بعد نهايه المباراه ما دام انت كنت قريب؟ سلم عليه مدرب الفريق وسلموا عليه 4 من لاعبينا، وانا اوصلته بنفسي الى غرفه اللاعبين، سلمته الى مدير الكره عندهم في نادي كاظمه. نعم. وكان الاخ ابو اسكندر امين السر موجود، واحنا وقفنا عند باب غرفه لاعبين نادي كاظمه تحسبا لاي مثلا اشكاليه تقع في الملعب. الامر الاخير اخوي اللي انا ابي اذكره، قول. اصحاب البشره السمراء، اصحاب البشره البيضاء موجوده في الدوري الكويتي من عمر. نعم. عمرنا ما سمعنا بهالالفاظ وهالتصريحات لا من اللاعبين ولا بالجماهير، وهذا الشيء احنا كلنا نتفق عليه. أكيد. واحنا اساسا عندنا لاعبين من اصحاب البشره السمراء موجودين معانا بالفريق. فهذا الكلام غير صحيح جمله وتفصيلا، ومرفوض. اللاعب يبي يحول القضيه الى بروباغندا اعلاميه ما ادري شنو يقصد من وراها. ولكن النادي العربي ارفع واسمى واعلى من هالتصريحات. احنا لما ردينا لسبب واحد فقط، حتى نعطي المشاهد الكريم وبرنامجكم المحترم الوجهه الاخرى او الراي الاخر في الموضوع. ما كان ترى هدفنا دفاع، احنا مو جايين ندافع. اتهامه ما يخالف. واضح استاذ. قول. النادي العربي يمتلك ماده اعلاميه تبين ان الالفاظ والمصطلحات اللي جرت في مدرجاتنا في النادي في بعض المباريات كانت اكثر وضوحا من ادعاء مرسل يقدمه ديمبلي، ومع ذلك ما شفنا في وسائل الاعلام اي تطرق لهذا الامر. مثلا عطني مثال. في السنوسي تم التلفظ عليه من جماهير، مو اقول لك واحد او اثنين اللي هي حالات شاذه، جماهير ذكروه بالاسم مع التلفظ بالفاظ نابيه، وعندنا كل الماده الاعلاميه.